انا هذا كل كتبته في زوز ولا ثلاث مقالات. كنت نكتب قبل ما كانوا يقولوا ترنح، كنت دخلت في صدام مع بعض النشطاء. يا جماعه فك علينا من قضيه الترنح، النضال راه يلزمه نفس طويل. يا جماعه راهو ثم ناس بدت تتحدث في 92 يتحدثوا على اساس يترنح، على اساس سيسقط، على اساس ثم اخبار على بن علي وكذا. راه بن علي سقط في 2010، والناس هذيك كانت مربوطه بالسقف الزمني او عام او شهر او شهرين او ماكسيموم عام. الناس هذيك مشت وذابت وما عادتش، ما صبرت الا ما صبر ما بقى في الواد الا حجره. لهذا النضال راه يتطلب النفس الطويل. راه يلزمك تناضل من اجل النضال، ما تناضلش من اجل المكسب، من اجل اسقاط فقط. انا هدفي نضالي من اجل اسقاط النظام في زمن وجيز، في حيز زمني ما يتجاوز كذا. لا، انت لازمك تصنع ناس تناضل للنظام، ناس ما تسكتش على الظلم والقهر. حرفتها انه مهنته المكتوب هنا انه لا يسقط على لا يسكت عن الظلم والقهر. الحاجه الاخرى، ما دامش نجيب الشابي وتقريبا الترسانه اللي كانت موجوده قبل بن علي، سوى الشابي والغنوشي ولا وحمد الهمامي تقريبا موجودين هم نفسهم. هم علاش؟ الناس اللي صبرت طويل على النضال وفهموا وعارف انه اذا كان مش اليوم غدوه، اذا كان مش غدوه انه يموت في الطريق هذا، وانه الاجيال تورث، وانه المهم يورث، ما يورثش انتصار الله اعلم وقت الجي، اما يورث صراع مع النظام وصبر عليه. الناس قبل ثم ناس تعبونا ياسر بكلمه تخلي الطريق، تسيب الشباب. احنا قلتوها من الشباب، علاش ما نمشوش هذوما وكذا. طيب هذا الطريق مفتوح الان للشباب، خلي الشباب يبادر ويهز المشعل ويمشي ويم. لا الامر مش كذا. الامر ما تعرفش عليه عند الشاب ولا عند الكبير. الحكيم ما تعرفوش باش يطلع شاب ناشط ما شاء الله ولا كبير. ما ثماش حاجه اسمها تقاعد. تشوف نجيب الشابي وكلماته الموزونه، وانا نتحدى قيس سعيد انه يعمل جمله سياسيه واحده توصل معنا، والله ما يقدرها. راجل واضح الامر، تاريخه نضاله الكاريزما بتاعه واضح، جمله واضحه، وراجل ثابت واقف في جبهه. خلاص اذا يا جماعه ما ثماش حاجه اسمها نحي ابعد من الطريق خلي الشباب يتعدى. لا اللي يحب يتعدى، واللي يحب يتعدى يكركر قاطره ويقود. والطريق نتاع النضال واسع ورهيب جدا مترامي، تقدر تحط رجلك وتمشي تلقى الاخر بجنبك اللي عمره 90 سنه. حاجه اخرى اخيرا نحب نختم بها بالله سمحني، سيب الحمام واجري تحته. انا نبارك كل ادوات النضال، ونبارك عمليه البحار هذه. الناس اللي ماشيه لغزه تحب تكسر الحصار رمزي بطبيعه، مش اسطول الصمود. نعم، الناس هذوما راهم منهم جماعه. يا جماعه راهم شاركوا في الكارثه، راهم شاركوا في اسقاط مرسي. ما معنى اسقاط مرسي؟ راهم خسروا الثوره، خسروا غزه، خسروا فلسطين في معبر رفح. انت يلي شاركت في كارثه اسقاط محمد مرسي ركز معايا مليح. انت راك تعمل كارثه كبيره جدا، ان شاء الله تقعد تكفر تو. الان اللي تقوم به راهو كانه قطره امام نهر النيل. علاش؟ لانه انت كان عندك معبر رفح مفتوح، وفي ظرف عامين بشهاده الكيان الصهيوني، في ظرف عامين السلاح اللي خدمت به حماس الكل دخل لها في العامين ولا اقل من العامين تاع محمد مرسي. انت يا سيد، مش على الكل طبعا، على الناس اللي تورطت. انتم يا جماعه يلي تطلعوا مقاومه وكذا وبحار وكسر حصار، انتم راهو كان في متناولكم معبر رفح. انتم راكم سكرتوا معبر رفح وعملتوا دوره كبيره، مشيتوا لتونس ومن سيدي بوسعيد بقيتوا تتصارعوا كذا وتشوفوا القضيه كيفاش باش تبحر نحو غزه، وقبل 30 40 50 كيلومتر باش يعرض لكم موضوع. نعم. ونحيكوا تقول بعد ترجع تقول انا سجلت، انا حققت خطوه جيده ايجابيه. شفت كيفاش انت حققت قطره في البحر اللي كان يتحقق. راهو يا جماعه كانت الوزراء، كان السلاح ياتي من السودان، من غيره، من اليمن، من ايران، من كل مكان، ويدخل من الحدود المصريه. راهو معبر رفح دخل ما دخل. راهو النفس اللي تقاوم به الان المقاومه راهو من فضلاء، من فضائل ومن مزايا. نعم. سنه ونصف هذيك. فانت تصور انك انت السنه ونصف هذيك امتدت من 2012 الى اليوم. تصور كيفاش باش يكون حال غزه وكيفاش باش يكون المنجز على الارض. تفضل.